هل من دليل يظهر سوء الخاتمة أو خوف الإنسان من سوء خاتمته وهو حي مثلا؟ أعماله سابقة خاتمته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أذكر لك قصة تذكرتها الآن. فضل. دخل علي طالب من طلابي في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة. نعم. واستحلفني بالله أن أدعو الله في هذا المجلس الحافل المبارك لوالده الذي توفي. تمام. فدعوت الله عز وجل له وأمن إخواني، لكنه لفت نظري بشدة بكائه فسألته، قال: يا شيخ، والده قال بأن والده قد توفي اليوم وفاة عجيبة جدا. قلت: كيف؟ سلم يا رب. قال: كان قويا جدا ولم يشكو مرضا ولا ألما، وفجأة احتاج أن يقيء، أن يخرج ما في بطنه، فدخل عزك الله إلى الحمام أو إلى الخلاء، ووقف أمام الحوض ليخرج ما في بطنه حتى تعب من الوقوف، فلم يستطع، يقول لم يستطع أن يقف على قدميه، فبرك على ركبتيه ووضع فمه في الحمام الأفرنجي العادي. نعم. الله أكبر. ويقيء في داخل الحمام من شدة ألمه من عدم قدرته على عدم الوقوف. يقول: وظل يقيء ويصرخ ويقيء ويصرخ، وأمرنا أن ننصرف عنه وألا يقف أحد إلى جواره في الحمام وهو على هذا الحال. يقول: وبعد مدة لم نسمع صوتا. يا الله. لم نسمع صوتا. الله أكبر. سلم يا رب. فدخلت أمه فوجدت زوجها وقد حشرت رأسه. الله أكبر. في هذا الموضع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخرجت روحه. الله أكبر. سلم يا رب. أمر يفزع القلب جدا. فاستحلفت. ما عمله؟ ماذا صنع؟ فاستحلفته بالله أن يسأل والدته ماذا كان يصنع، فقالت: كان ليصلي. قلت له: نعم، ترك الصلاة خطرها عظيم، خطره عظيم. هل بهذه الشكلة تكون الخاتمة؟ لكن يا ولدي، هذه ليست خاتمة تارك صلاة. اذهب إلى أمك واستحلفها، قل لها الشيخ بيقول لك دي مش خاتمة تارك الصلاة. فبكت وقالت: نعم، أنا ما كنتش عاوز أقول لك يا ابني، أبوك كان شغال بالربا بيطلع الألف بألف ونص. الله أكبر. يا ستير يا رب. سلم يا رب. يا رب سلم. يا رب سلم. فأكل الحرام. يا رب سلم. فكانت هذه النهاية، سوء الخاتمة. سلم ولا يا حول رب. ولا قوة يا إلا سلم بالله. يا رب. يا رب سلم.